أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للصديق أثر في الإعانة على طاعة الله؟ أثابكم الله. الله أكبر. الصديق أثر، أعظم الأثر في طاعة الله. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا كليم الله الذي ألقى الله عليه المحبة، يناجي ربه ويبتهل إليه أن يرزقه أخا صديقا صادقا في أخوته ومحبته يعينه على ذكر ربه. أشدد به أزري، ذلك قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك، فأجاب له المسألة وحقق له الرجاء. أشدد به أزري وأشركه في أمري، ثم ذكر العلة والسبب: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سبحان الله العظيم. هذا النبي الكريم يبين أن صحبة الصاحب الصادق تعين على ذكر الله كثيرا. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والعكس بالعكس، فلو أنك رأيت أسباب الشرور والمصائب لوجدتها قل أن تبعد عن قرين السوء الذي زينها. ولذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شيطان الإنس والجن. ولذلك بين قال: ويوم يعض الظالم على أصابعه، لا على يديه. من الذي يستطيع أن يدخل يديه في فمه من شدة الندم؟ لو نظر العاصي لله كيف عصى ربه لوجد وراءها قرين سوء من الشيطان وقرين سوء من الإنس، فهما مدعاة السوء. ما زينت كأس الخمر لمن يشربها إلا وجدت وراءها قرين سوء، ولا زين الحرام ولا زينت الآثام ولا زينت غيبة الناس والنميمة واحتقار الناس إلا لما جالس النمامين والواشين والذين يغتابون الناس. فالأخلاق تعدي. فإذا كان الأجرب الذي ابتلاه الله ببلائه يعدي، فإن العدوى بالأخلاق أشد في بعض الأحيان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر ممن يصاحب وممن يكون معه قرين. ينبغي عليه أن لا يجامل وأن لا يحابي، وأن يعيد النظر في كل من يصحب. فإذا وجد أنه إذا صحبه يعينه على ذكر الله وعلى محبة الله وعلى مرضاة الله أحبه في الله، وحمد الله حتى يبارك له في هذه النعمة أن الله قيض له من يعينه على ذكر الله. الصديق ما سمي صديقا إلا لصدقه. ولذلك إذا وفق الله، أراد الله أن يوفق العبد للخير، رزقه الله صديقا صادقا في أخوته وصحبته. وأصدق ما تكون الأخوة إذا بنيت على الحب في الله، لأن هذا الحب أوثق عرى الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وهذا الحب وشيجة ورابط تحب به أخاك في الله حبا ينتهي بك إلى منابر من نور تحت العرش. أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وعلى كل موفق أن يعيد النظر في أصحابه وخلانه، وأن يعيد النظر في أقوالهم وأعمالهم. هل إذا جلس معهم، هل إذا آخاهم، هل إذا صاحبهم أعانوه على ذكر الله؟ هل إذا جلس معهم وصحبهم نهوه عن معصية الله ونهوه عن منكر الذي لا يرضي الله، أم أنهم على العكس من ذلك
فإذا كان صادقا مع الله صادقا مع نفسه فعليه أن يقيم الأخوة بهذا الميزان، أنه لا يصحب إلا من يذكره بالله مخبره ويعينه على طاعة الله منظره وسمته ودله وأحواله. والصديق يصل به الحال أن الإنسان إذا كان موفقا صادقا أن الإنسان قد يأتمنه على أعز شيء يملكه وهو دينه. ولذلك الصداقة والأخوة ليست بالسهلة. وكذلك أيضا ربما ائتمنه على أهله وماله وولده، فتجده إذا كان صالحا يجده نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الصديق، صادقا في قوله صادقا في نصحه أمينا عاقلا رشيدا. فكم من أسباب وكم من شرور وكم من فتن كانت ستعصف بالرجل مع أهله أو ولده، ولكن الله عصمه بفضله ثم بالصديق الصادق فذكره بالله وخوفه بالله. وهكذا المرأة وهكذا النساء، فكم من امرأة كانت ستقض بيتها ينتهي الأمر بطلاقها فرزقها الله امرأة صالحة، وامرأة تخاف الله في نساء المؤمنين وتخاف الله فيها فحذرتها وأقامتها على السبيل ونصحتها وأرشدتها. وكم تجد من الفضائل والنوائل في الإخوة الصادقين. ثم تجد من نعم الله عز وجل على العبد أنه لا يخدع في الصاحب، فقد يكون الصاحب سمته على خير ودله على خير ولكن محروما من العقل محروما من الفضل، فلا يوقع الإنسان في المعاصي، تجده في سمته سمت الصالحين، لكنه إذا جلس معه أكثر من الثرثرة وفضول الدنيا وأخبار الدنيا حتى يقسو بها قلب الإنسان، فلا شغل له إلا بهذا الذي باع وذاك الذي اشترى وهذا الذي ذهب وهذا الذي جاء وسيارة فلان وبيت فلان وبيت علان. ولذلك من علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. ليست القضية أن تحذر من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، لا، بل تحذر أيضا من سلب العقل ومن سلب الفضل، تبحث عمن يذكرك بالله مخبره ومنظره. فإذا عز ذلك وعز وجوده فحينئذ اضرع إلى ربك كما ضرع موسى عليه السلام، أن يختار لك من إخوانك وخلانك من يعينك على طاعته ومحبته ومرضاته. فإذا لم تجد فاعلم أن الله يريد بك خيرا، فاصحب كتاب الله وكن مع الله يغنيك الله عما سواه. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك واشغلنا بك عن كل شيء عداك، واجعل شغلنا في طاعتك ومحبتك ومرضاتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.